عايزين نغير مفهومنا عن الدايت انه حرمان وعذاب، لانه يكون نمط حياه صحي، هيلثي لايف ستايل، فيه هيلثي ايتينج. هتقولي بس احنا مش على طول هنعرف نبقى كده. بالعكس، احنا لو حاولنا نبقى كده على طول، حياتنا وصحتنا وبشرتنا وشعرنا وكل حاجه هتتظبط في حياتنا. فكرت في مميزات الحياه الصحيه والهيلثي لايف ستايل بما فيها الاكل الصحي المتوازن، هتلاقي صحه الجهاز الهضمي احسن، هتلاقي ان انتوا قادرين تنزلوا تتمرنوا وتعملوا رياضه، وبالتالي نومكم هيكون احسن. حاجات كتير جدا في صحتكم وفي اسلوب حياتكم هتتحسن بسبب بس ان احنا حسنا اكلنا وكان صحي ومتوازن. طيب في انواع كتير قوي لانواع الدايت اللي احنا بنسمع عنها، بس يمكن مش كلها ينفع تبقى لايف ستايل دايت احنا ماشيين عليه للاخر. في اخر الفيديو هقول لكم هو ايه احسن نظام نمشي عليه، بس خلينا كده نبدا من الحاجات المعروفه قوي. اول نوع يمكن اسمه الديتوكس. الديتوكس ده عباره عن نوع معين من المشروبات بنفضل نشرب فيها بطريقه معينه بترتيب ايام معينه، حوالي من 5 ل6 ايام. وطبعا النوع ده مش بس مثبت علميا انه له فوائد، ده بالعكس مثبت علميا انه ليه اضرار، وبالتالي انا ما انصحش بيه خالص، وعايزه احذركم منه لانه هيعمل هبوط شديد، هيعمل سوء تغذيه، وملوش اي فوائد. بالعكس الديتوكس ده ممكن ندخله في يومنا عادي، ممكن نعمله لمده يوم واحد، ده اقصى حاجه. تاني نوع دايت وبرده مش هينفع نمشي عليه لمده طويله، وهقول لكم ليه، هو النوع النباتي الفيجن. ده ما ينفعش نمشي عليه لمده طويله لان فيه بروتينات حيوانيه وفيه كمان فيتامينز مهمه جدا ناخدها من البروتين الحيواني، زي فيتامين بي 12 وزي الحديد، وعلى المدى الطويل بيحصل سوء تغذيه وبيحصل تساقط شعر وبيحصل سوء حاله صحيه عامه للجسم. فضروري ان الفيجن، وفي منه على فكره انواع، في اللاكتو فيجن ساعات بيدخلوا بيض ساعات بيدخلوا لبن، ولكن بكل انواعه هو على المدى الزمني الطويل مضر بالصحه ومش هينفعها، فبالتالي مش لايف ستايل دايت. ثالث نوع هو الكيتو، وطبعا كلكم عارفين الكيتو، يمكن كتير منكم كمان جربوا، وانا هنا مش هقول لكم تاكلوا ايه وما تاكلوش ايه، كلكم برضو عارفين، لكن انا جايه اكلمكم عن مميزاته وعيوبه. طبعا من مميزات الكيتو ان هو بيبدا ينزل معانا على طول من 5 ل 7 كيلو يمكن في اول 10 ايام، ودي من اهم المميزات، عشان كده ان في ناس بتعمله. لكن عيوبه عايزه ناخد بالنا منها، انه اول حاجه لازم لما نيجي نبدا الكيتو نبدا قبليه بلو كارب، بعدين الكيتو ونكمل عليه بلو كارب، علشان نتلافى العيوب دي اللي بيكون من اهمها حاجه اسمها الكيتو فلو، ودي بتسبب وهن وتعب، تحسوا زي ما يكون عندكم دور انفلونزا او دور برد تعب جسمه. تاني عيب من عيوب الكيتو دايت هو الكيتو اسيدوزس، وخليني ابسطها لكم، هي عباره عن ايه؟ هي بتبقى خلل ما بين السعرات الحراريه اللي انا باخدها لو قلت عن اللي المفروض اخده، او النشاط الرياضي اللي انا بعمله او النشاط بتاعي زاد. هنا الجسم بيلجأ انه يعوض ده بانه يحرق زياده دهون، بالتالي بتعلى الكيتون بوديز. الكيتون بوديز دي لما بتعلى يبدا يحصل خلل في عضله القلب او حتى في المخ، ويبدا يحصل كوما او حالات اغماء. وكتير جدا من اللي عملوا الكيتو دايت حسوا بالموضوع ده وواجهوا المشكله دي، وده كان السبب ان هم ما كملوش فيه. وبرده علشان نحل المشكله دي نبدا لو كارب دايت، كيتو دايت، لو كارب دايت. وانا عايزه اقول لكم هو ايه الفرق ما بين اللو كارب والكيتو. فرق بسيط قوي، ان اللو كارب انا بزود النشويات، ودي كمان ممكن تنفع للناس الرياضيين، انه بيكون اراوند الاكسرسايز بتاعه ما يكونش ماشي على الكيتو، لا يكون ماشي على اللو كارب اللي بيكون شبه الكيتو بس نشويات اعلى شويه. دكتور، والكيتو دايت ده مناسب لمين؟ مناسب للناس اللي عايزه تنزل 5-6 كيلو بسرعه، لان هو في اول اسبوع 10 ايام فعلا بتنزلوا ده، ولكن احنا دايما نبقى عارفين ان احنا نبدا، انا بقولها كتير، لو كارب كيتو لو كارب. تاني ناس ينفع معاهم الناس اللي عندها مشكله عصبيه، ممكن الصرع، ممكن الاي دي اتش دي، لان هو كمان بيقلل من نسبه السكريات في الدم، وده بيقلل جدا من الامراض العصبيه. تالت حاجه كمان ممكن الناس اللي عندها مشاكل في الهرمونات، الناس اللي عندها تكيسات المبايض، الناس اللي عندها حب شباب، بيكون كويس جدا معاهم. ورابع نوع هو الصيام المتقطع، واظن برضو كلكم عارفينه، الويت فاستنج. وهو اسمه ليه ويت فاستنج؟ لان انا خلال فتره الصيام ممكن اشرب مشروبات تكون بدون سكر عادي، ممكن اشرب شاي، قهوه، ينسون، اي حاجه من غير سكر. طيب هو برضو على فكره انواع، يعني يمكن المتعارف عليه اللي بعدد الساعات 12 ساعه، 14 ساعه، 16 ساعه صيام، وفي طبعا اوقات بيزيد عن كده، لكن هقول لكم ينفع ولا لا. في اوقات تانية بيكون ال5-2، يعني يومين بيكونوا صيام قوي وممكن عدد الساعات يزيد قوي، و5 ايام الاكل العادي. طيب وايه هي مميزات الصيام المتقطع؟ اول حاجه هو فعلا بيعلي الحرق في الجسم، لان مده الصيام بعدها بيبدا الجسم يحرق من المخزون في الجسم بعد عدد ساعات معين. لكن اهم حاجه فيه انه ديتوكس طبيعي، هو بينقي الجسم،
وده اللي انا ارشحه ليكم غير الديتوكس اللي اتكلمنا عنه في الاول. ده ديتوكس طبيعي بعدد ساعات معينه، وبعد كده ببدا اكل عادي. طيب وايه هي عيوب الصيام المتقطع اللي تقريبا محدش بيقولها؟ عيوب الصيام المتقطع ان احنا لو زودنا عدد الساعات، وهنا بتكلم للبنات والسيدات، لو زودنا عدد الساعات عن 14 ساعه بيبدا يعمل خلل في الهرمونات، وده بيأثر على الحمل. فبالتالي اي حد عايز ان هي تخلف الفتره اللي جايه ما ينفعش انها تكون بتعمل صيام متقطع اكتر من 14 ساعه. ما ينفعش لمرضى السكر ولا للاشخاص اللي بيعانوا من اضطرابات طعام. طيب مرضى السكر سهله، طيب اضطرابات طعام ليه؟ تعالوا كده تخيلوا لو في حد عنده مشكله في الاكل، عنده ايموشنال ايتنج او عنده اي مشكله، لو صام عدد ساعات معين واول ما جاء وقت ان هو هياكل حصل الاضطراب ده واكل بزياده، اللي هيحصل ان كل المجهود اللي عمله في وقت الصيام راح. بالعكس، ده كل اكل هو اكله بعد الصيام هينزل يتخزن ويحصل زياده في الوزن. تخيلوا ممكن حد يعمل صيام متقطع وكمان وزنه يزيد، بيكون ده السبب. طيب وخلاصه الفيديو ده يعني دكتور نمشي على اي دايت؟ هقول لكم على احسن دايت. احسن دايت هو لايف ستايل دايت، هو الميديترينيان دايت. طيب هو ايه الميديترينيان دايت؟ الميديترينيان دايت فيه حاجات هنمشي عليها كل يوم، زي تمرين كل يوم، خضار وفاكهه كل يوم، وحاجات هتبقى كل اسبوع من مره لمرتين زي الاسماك، وكمان الدهون الصحيه، وكمان الدواجن والبيض. لكن كمان في حاجات هتبقى مره واحده في الشهر، هي اللحوم الحمراء وكمان الحلويات. لو مشينا على الدايت ده حاجات كل يوم، حاجات كل اسبوع، حاجات كل شهر، صدقوني ده الهيلثي لايف ستايل دايت تقدروا تمشوا عليه فترات طويله وتخسوا وصحتكم تبقى احسن. وهو ده اللي انا برشحه ليكم بعد كل الفيديو ده.